في جناين مصر. جميل. مصر في اعقاب 25 يناير دولة مع ايقاف التنفيذ. الثورة دي البؤرة بتاعت الثورة، النواة كانت الشباب المثقف الواعي المتعلم الشبعان النظيف، الشباب الرقيع اللي كان موجود في 25 يناير، الشباب النبيل الجميل اللي هم العيال الشواذ، متعلمين احسن تعليم، بياكلوا احسن اكل، بيسكنوا في احسن مكان، لا يعرفوا وطن ولا يعرفوا ناس ولا يعرفوا اصول ولا يعرفوا تربية ولا يعرفوا العيب ولا يعرفوا الحرام. دول ولاد حرام. لكنهم كان في نافذة مفتوحة على العالم الخارجي. النافذة دي هي الاتصالات والفيسبوك والانترنت، وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيديرها في معظمها كتائب اخوانية وعميلة. لا شايفين بره بيحصل ايه، فهو بيقارن نفسه، ناقصني ايه؟ كل حاجة عندي الا الحرية. نعم، حقوق ايه وحريات ايه؟ المقدم البرامج تجد احدهم ممثل عالمي وقاعد وكأنه يبكي. احنا مش حاسين باللي بيحصل، احنا مش حاسين باللي بيحصل. ممثل يتاجر بقضية وطنه. معالي السفير معصوم مرزوق، السفير المنفلت. معالي السفير، كلمة تبعث الأمل والتفاؤل لأبناء العالم الإسلامي. أتمنى أن نراها والجيش يخرج إلى سكناته بعد تسليم السلطة المدنيين. لو لم يدخل الجيش في الأنشطة الاقتصادية لوقعت الدولة المصرية ولن يقوم لها قائمة. المحطات الفضائية تجمعهم جميعا حاجة واحدة بس، اسمها قلة الأدب. دول ولاد حرام. المصريين رفعوا راس العالم العربي كله بره. ايه الرقي؟ ايه الرقاعة اللي أنا فيه؟